السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه وازاي تنجح معاك من اول مره. بس في البدايه نصلي على رسول الله صلاه تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب ويشفى بها المريض. ونعمل لايك للفيديو. وهنقول دلوقتي بقى مع بعض المقادير بتاعتنا. بس ما ننساش اللايك وكومنت بتتفرجوا عليها من انهي بلد. هنجيب بولة ونحط فيها 3 كوبايات دقيق سميد من عند العطار. انا جايباه سايب، وتختبريه ازاي؟ بمسكه في ايديا زي ما انتم شايفين كده، ما بيعلمش ابيض. هحط بقى على النار كوبايه الا ربع سمنه تكون نوعها حلو، كوبايه الا ربع حليب، كوبايه الا ربع سكر، وهحط معلقتين سيرب او عسل ابيض او عسل كلوكوز. تمام، وادفيهم على النار زي ما انتم شايفين كده، واحط المكونات اللي انا دفيتها دي على دقيق السميد، وابتدي بقى ايه اقلب المكونات بتاعتي مع جنش بقى، عشان هنا بقى ايه اول فشل البسبوسه ان انت تعجنيها كتير. انا هنا هخلط المكونات لحد ايه ما الدقيق كله يتشرب بالسوائل اللي انا دفيتها دي. تمام كده. اللي ناس اللايك يحط اللايك وكومنت، وجربوا الطريقه بتاعتي. هنجيب بقى صينيه كده مقاس 30، وندهنها كده بالسمنه برضو، ونحط بقى ايه المكونات بتاعتنا. في الاثناء دي طبعا الفرن بتاعنا والع عشان بيحط البسبوسه على فرن ساخن. تمام، وابتدي بقى كده افردها وابل ايدي كده وافرد البسبوسه عشان ما تشققش مني، واخبطها خبطتين كده على الكونتر، واحطها في الفرن على الرف الوسطاني. اعمل بقى الشربات كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه، وامسح كده الحله بتاعتي من الاطراف عشان ما يبقاش فيه سكر في الجناب، وتطلع معانا البسبوسه تكون سخنه والشربات يكون سخن زي ما انتوا شايفين كده. لو البسبوسه شربت الشربات يبقى الطريقه ناجحه، ما شربتوش يبقى كده ايه في حاجه غلط. تمام، انتوا شايفين اهو بحط الشربات شويه بشويه تشربوا اهو، شايفين؟ احط ايه شويه اللي باقيين، وهكذا اغطيها بقى كده لحد ما تهدى، وبعدين نقطعها كده ونشوفها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. مش قادره اقول لكم بقى ريحتها، نسيت اقول لكم ان انا حطيت ايه فانيليا مع الشربات، والشربات يغلي بس ما يعقدش زي شربات الكنافه، غليان بس. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين، شفتوا في اول الفيديو شكل البسبوسه عامل ازاي. مش قادره اقول لكم الطريقه دي ناجحه مليون المية. جربوها قولوا لي رايكم ايه، واسيبكم في رعايه الله.